السنة اللي فاتت في ماتش السوبر بول في أمريكا كان في إعلان بين الشوطين مجرد ثواني قليلة بيظهر فيه اسم العلامة من تاني، والسنة دي شفنا النسخة الاختبارية ظهرت في مشهد في فيلم فاست إكس. فتعال نتكلم عن الكومباك الجميلة جدا دي لواحدة من أكتر الموديلات الأيقونية اللي طلعت على الشاشة. فالموديل القديم باسم DMC-12 والجديد هي الدولوريان ألفا 5. الشركة نفسها شركة دولوريان ظهرت واختفت بشكل يعتبر سريع. صاحبها كان راجل مهم في مجال العربيات زمان، وكان عنده أفكار مش تقليدية دايما سواء في التصميم أو بصناعة العربيات ونظرته للمستقبل نفسه. فالراجل الشركة بتاعته انهارت بعد اتهامه في قضية مخدرات، والموضوع في التلفزيون والجرايد كانت قصة كبيرة وقتها، لكنه خد براءة من كل المشاكل اللي دخل فيها في النهاية. فشركته كانت بتعمل موديل وحيد مختلف عن أي عربية تانية في السوق، نسخة أمريكاني أبوابها بتفتح لفوق بتصميم إيطالي ملفت جدا. محركها بيكون موجود في الجزء الخلفي، ودي كانت حاجة غريبة جدا. البادي الخارجي نفسه مش عليه دهان، ألواح الحديد زي ما هي بلونها الفضي. فنسخة تجاريا ما كانتش ناجحة أبدا، باعوا أقل من 9000 عربية في 3 سنين. لكن الموديل اتشهر جامد جدا بعد ما ظهرت في فيلم خيال علمي باسم باك تو ذا فيوتشر، والعربية كانت جزء أساسي من الفيلم ده. فملكية الشركة اتباعت كذا مرة، وآخرهم وصلت لرجل أعمال أمريكي كان مهووس بالموديل القديم وعنده ورش مخصوصة لصيانة العربية دي، وكان عامل كمان شركة موازية صغيرة بعد انهيار دولوريان نفسها. فلما جت الفرصة ومع مجموعة من المستثمرين وبعد سنين كتير عرفوا يرجعوا بموديل الشارع من تاني. والموضوع بتاع إدارة شركة زي دي يعتبر سهل وصعب في نفس الوقت. سهل لأن انت معاك اسم مشهور ليه محبين تقدر تبيع على طول ليهم، أو على الأقل تدخل السوق من تاني وتنتشر بسرعة، مش هتبدأ من الصفر تماما. صعب بقى لأن الشركة ليها ليجاسي وهي الموديل القديم، فلازم يكون في ترابط ما بين ماضي وحاضر الشركة، ولازم هيتعمل مقارنة ما بين القديم والجديد. والمصمم للنسخة القديمة بيكون هو نفسه المسؤول عن تنفيذ الشكل الجديد، شركة إيتال ديزاين، والمصمم جورجيتو جيرارو اللي قال إن في موديلات مع الوقت بيكون ليها قيمة أكبر من كونها مجرد عربية، وده غالبا مش هيتكرر مع الألفا 5. لكن عشاق العلامة هيعجبوا بالعربية والفخامة اللي بقت هي هوية الموديل. ودولوريان القديمة كانت معروفة بلونها الفضي اللامع، والموديل الجديد ظهر بنفس درجة اللون، ولكن بما إن الفضي مش ملفت كفاية فاللون الرسمي للموديل بيكون بنفسجي بدرجة مميزة جدا. كل حاجة في العربية اتغيرت عن زمان، الفرق ما بين الدولوريان القديمة والجديدة تقريبا 30 سنة، فطبيعي تكون مختلفة تماما في الشكل. التفصيلة الوحيدة ويمكن الأهم اللي بشكل واضح موجودة زمان ودلوقتي هي طريقة فتح الأبواب. أبواب الجال وينج اللي بشكل أجنحة طائر النورس بتدي هواية رياضية وفخمة في نفس الوقت، بس هنا بتفتح وبتكشف صفين الكراسي مع بعض، بتكون كوبيه بس أبواب بتفتح لفوق وفي نفس الوقت 4 كراسي. ونتيجة ده إن المقصورة بشكل جانبي بتتكشف كلها مع فتح الأبواب. كنت شفناها مرة على كونسبت النافيجيتر قبل الإعلان الرسمي عنها، كانت بتفتح كده برضو، لكن هم قالوا إن التصميم هيكون بنسبة 90% من الكونسبت ده هو اللي هينزل الإنتاج الرسمي اللي هيكون في 2024. فالشركة الجديدة دي ده أول كونسبت ليها، واتعرض في حدث بيتعمل في كاليفورنيا بيكون عند البحر، تجمع كبير لعربيات كلاسيك ونسخ سوبر، وفي أشخاص كتير وصحافة بتحضر في المكان ده. الكلام ده كان في نهاية السنة اللي فاتت. الفكرة إن المرة دي الموديل كهرباء بالكامل، سوبر كهرباء أمريكاني جديدة بتصميم إيطالي. فالموديل فكرته إنه مستقبلي، فهتلاقي ملامح مش عادية في أجزاء كتير من الموديل نفسه. حاجة مثلا زي إن مقدمة العربية شبيهة بظهرها. وتسمية الموديل بألفا 5 حكايته غريبة شوية. زي ما قلت لك الشركة الأصلية بالمؤسس جون دولوريان باعت عربياتها في أول الثمانينات، وبعد كده فلست واتقفلت خطوط الإنتاج، وكان عندهم موديل وحيد بس ساعتها. فهم تخيلوا كما لو إن الشركة حققت نجاح تجاري وفضلت مكملة بدون مرحلة الإفلاس الحقيقية دي. ومن الثمانينات لحد النهاردة تخيلوا إن كل 10 سنين خرج موديل جديد من الشركة دي. فبالنسبة للشركة ومحبينها الموديل الوحيد القديم هو الألفا، النسخة الأجمل واللي كانت سابقة وقتها. وبعد كده كما لو كان إن في نسخ تخيلية ظهرت بعدها، وهي الألفا 2 و3 و4. وأخيرا جه الميعاد للكشف عن الألفا 5، الجيل الخامس لعلامة دولوريان. حكاية تبان سخيفة شوية، لكن عملوا قصة ورا الاسم وخلاص.
ومفيش كلام واضح عن المحركات الكهرباء اللي هتكون متزودة في العربية دي سواء قوتهم أو عددهم حتى، ولكن مكتوب على موقع الشركة إنها هتوصل لسرعة 100 كيلو في الساعة في 3 ثواني بس. التصميم الانسيابي جدا للموديل ده أداها دراج كوفيشنت قليل جدا، رقمه 0.23، وده رقم زي نسخة التسلا اكس كده، حاجة تساعدها برضو في اختراق الهواء والوصول لتسارع قوي جدا. ودي ميزة زيها زي معظم النسخ الكهرباء، حتة معامل السحب دي بتفرق جامد في استهلاك البطارية وتسمح انها تمشي لمسافة معقولة. وفي الحقيقة الدولوريان الجديدة كل اللي بيميزها هو حاجتين، حتة تاريخ العلامة والقصة بتاعة المؤسس وشوية القصص الجديدة زي الاسم والانتقال للكهرباء والكلام ده، وحتة التصميم الجميل جدا للعربية دي. لكن غير كده الموديل ده مفهوش تطوير لأي تكنولوجيا جديدة، مجرد نسخة كهرباء جديدة هتنزل في السوق الأمريكي وهتكون غالية جدا كمان، الواحدة بسعر مبدئي 150,000 دولار. الدولوريان من تصميمها محطوطة في فئة الإلكتريك جي تي، لكن من ناحية سعرها فهي بتنافس كل الكبار أهمهم التسلا رودستر والبورش تايكان. وبعد الكونسبت اللي اتعرض فيه خطط يكون فيه أشكال وفئات تانية. طبعا لازم الشركة يكون عندها موديل SUV، دي الموديلات اللي بتبيع كتير جدا في كل حتة، لكن هم راحوا لاختيار جديد أول مرة ينزل سموه بلازما تيل، يعتبر مزيج ما بين الستيشن واجن والكروس اوفر، نسخة شبيهة شوية من الجنب بالبورش تايكان كروس. ده غير ان في مؤتمر عملوه برضو السنة اللي فاتت عرضوا فيه نسخة تخيلية جديدة، حاجة بتصميم فضائي كده اسمها دولوريان اوميجا. طبعا دي مش عربية هتتنفذ ابدا، لكن المقصود من التصميمات دي ان يكون واضح ان الشركة عندها افكار وطموح لانهم هيبقوا علامة قوية بعد سنين من دلوقتي، وده اسهل انه يتحقق فعلا مع موديلات الكهرباء. شركة مثلا زي تسلا من 10 سنين ما كانتش منتشرة ابدا، ولا هي الاساس لما نقول حتى عربيات كهرباء. فالسوق عموما كبير جدا، وكمان لسه في عالم المحركات الهيدروجين، وده اللي مالك العلامة طلع وقالوا ان الشركة مش بس كهرباء، دي بتقدم عربيات بمحركات طاقة نظيفة. احنا كده اتكلمنا عن عودة الموديل القديم تحديدا، لكن هدف دولوريان هو عودة اسم الشركة بالكامل للسوق بإنتاجات مختلفة، يكون عندهم عربية في كل فئة. نفس الرؤية دي شفناها في شركة هامر بعد الإعلان عن نسخة الهامر EV، الوحش الكهرباء أبو 1000 حصان. العربية دي كنا عملنا فيديو عليها لو عايز ترجع تتفرج عليه. وبس كده، ده كان كلامنا عن عودة شركة ليها حكاية قوية جدا في السوق الأمريكي. اكتب لي رأيك في الموديل ده سواء القديم أو الجديد، واكتب لنا في الكومنتات برضو عايز تشوف فيديوهات عن ايه تاني. سلام.